السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي سويت اند سوا مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتم بتشتركوا في القناه فعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه. عندي كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، يا رب دايما متجمعين. اول وصفات العيد باذن الله، الفتره دي كلها هتبقى وصفات للعيد. النهارده الكرشه وهننضفها في دقيقتين اتنين بس. حابين يبقى لونها روز كده وتتقشر بسهوله زي ما انتم شايفين، اوكي. حابين تخلوا لونها بيج كده، هم عندي بيحبوها لونها بيج كده ما بتتقشرش. بسم الله ونبتدي. ادي الكرشه بتاعتنا، بس كنا دابحين اذا كنا شاريينها من الجزار كده ايا كان، بنجيبها ونشطفها تحت الميه كويس قوي، وبعد كده بنجيب الحله بتاعتنا او طبق ايا كان برضو، وبنحط ميه دافيه خالص، دافيه مش سخنه، دافيه قوي. وهنحط عليها معلقه كبيره من ملح الليمون، وكمان هنحط عليها معلقتين او ربع كوبايه كده من الخل، وننزلها. اول ما ننزلها شايفين الشكل، اول ما بتنزل على طول بتلاقي اللون بيختلف. هنسيبها دقيقتين اتنين بالظبط، اظبطوا حتى الساعة، دقيقتين اتنين وهتلاقوا لونها اختلف تماما. وكل اللون بقى اللي كان عليها ده فتح. بصوا شايفين المية طلعت، بتطلع كل حاجة، بس مش اكتر من كده. شايفين بعد الدقيقتين شكلها عامل ازاي؟ عايزين تسيبوها اكتر، كل ما تسيبوها اكتر كل ما اللون ده هيفتح اكتر. بس يعني خلاص هي ما فيهاش اي حاجه خالص، بس هي الفكره كلها ان انتم ممكن اصلا كمان تطلعوها فتلاقوا ايه، الحاجات دي متشاله. لكن هي مش هتزود عن، يعني ما تزودهاش عن دقيقتين تلاتة بالكتير، حلو قوي عليها كده. وادي شكلها بتتقشر بمنتهى السهوله، والحاجه بتطلع بسرعه جدا. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. ان شاء الله هعمل لكم فيديو ليها. خلي بالكم اللي قدامكم دي كرشه ضاني، فهعمل لكم بقى وصفه ليها. لا يمكن حد هيصدق ان الحله اللي محطوطه على النار دي معموله كرشه ضاني. لا هيبقى ليها ريحه ولا هتقلب الشقه. والناس اللي بتقرف، انا اول مره في حياتي امسكها، بس بجد بجد الوصفه عجبتني. اشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.